يعني مش عارف. مش عارف اقول لك إيه. يعني بص اسمع كده، وانا بقول لك اهو من دلوقتي في كرة هتتلعب ما بين في المساحة اللي ما بين الاتنين، وهيخش المهاجم وهياخدها على اساس ان حد منهم، كل واحد بيعتمد على ان التاني ماسك المهاجم، وهيخش وهيبقى انفرادة مع كورتوا، وربنا يستر بقى المهاجم يضيعها ولا كورتوا هيصدها ولا هتخش جون، ربنا يستر. يعني مش عارف، اي بص اي رخصة تدريب تحت السلم لو واحد معاه رخصة تدريب فريق درجة تاسعة هيفهم ان خرج شاوميني ما ينفعش يتنيل يتزفت يلعب وجنبه زفت التين فاسكيز، علشان قلنا ان خرب ما بينهم شوارع تخش كاردون مباني، ما ينفعش الاتنين يتنيلوا يتهببوا يلعبوا جنب بعض، الاتنين ما ينفعش يلعبوا جنب بعض. تاني تخسر في الكلاسيكو تاني وسكور تاني، مرة 4-0 ومرة 5-2، والماتشين بسبب أخطاء غبية غبية. يعني أنت مبدئيا أسينسيو ما لعبش ولعبت بتشاوميني، وبعد كده فالفيردي ما لعبش باك يمين ولعبت بفاسكيز، ورحت كمان لا منزل مودريتش ولا منزل سيبايوس، فما فيش حد بيمسك الكورة في خط النص، وتروح كمان سايب لي بيلينجهام مهاجم يا جاحد، يا جاحد مفضي خط النص خالص، وانت اساسا الدفاع بتاعك فاضي فبتفضي الدنيا اكتر، ده انت مش ممكن. وبعدين انا مش فاهم يا عم، ماشي لعبوا حلو وعملوا كل حاجه، بس مش لازم كل حاجه تمشي معاهم، مش لازم كل حاجه تتعمل تمشي معاهم، مش لازم رودريجو يلعب اوسخ باصه يعملها في تاريخه وتخش منها الجون، وبعد كده نحط كرة في العارضة ترد علينا بالجون، مش لازم كل حاجة تمشي معاهم بيرفكت. يعني في النهاية برشلونة استحقت التتويج بالسوبر، انا مش هقول لك غير كده. ماشي في حاجات كانت معاهم، ولكن هم فعلا كانوا يستحقوا ان هم ياخدوا البطولة، هم اللي لعبوا احسن، هم اللي استغلوا اخطائك، هم اللي لعبوا على الحاجات النقط الصغيرة اللي انت بتغلط فيها وزي الزفت فيها، فهم كانوا يستحقوا البطولة بصراحة.